الحظ يظلم مصر كما ظلم الجزائر ويكسر مصر من البطولة. خسر منتخب مصر نهائي كأس أفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، وتوج محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بجائزة رجل المباراة أمام السنغال، والذي تحدث لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة وهو يبكي قائلا: لا أعلم ماذا أقول، كنا نستحق الفوز باللقب، الأمر صعب علينا، كان حلمنا التتويج باللقب، ولكن الحمد لله ربنا كريم. وواصل: بالنسبة لي تلك الجائزة لا معنى لها. وتألق أبو جبل في النهائي حيث تصدى لركلتي جزاء بالإضافة إلى تألقه في العديد من ركلات الجزاء في هذه البطولة. كما حرص فريق ليفربول على مواساة نجم الفريق محمد صلاح بعد خسارة منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي في نهائي الأفريقية من خلال الحساب الرسمي للفريق عبر تويتر، وكتبوا: كل المواساة لمو صلاح، يجب أن تكون فخور بهذه البطولة الرائعة. هذا وتوج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه أمام منتخب مصر صاحب ال7 بطولات، والذي لثالث مرة يخسر في النهائي. وقد أصابت الجماهير المصرية حسرة كبيرة بعد خسارة اللقب، وخصوصا بعد التألق الكبير للمنتخب المصري في هذه النسخة من البطولة وإقصائه لمنتخبات قوية مرشحة للبطولة. أخيرا ندعوكم للاشتراك بالقناة وعمل إعجاب بالفيديو ليصل لكم جديد فيديوهاتنا.